أنا أريد أعرف على يا أساس الاتحاد الآسيوي يخطي مثل هيج خطوة ويخلي حكم إيراني في مباراة مصيرية للعراق. هاي بها ظلم كبير للاعبين المنتخب وللجمهور العراقي وإنما للشعب العراقي. لا يمكن طرد لاعب بسبب احتفالية، وهاي ما صايرة يا عم بتاريخ كرة القدم. الحكم الإيراني سرق الانتصار من المنتخب العراقي بسبب الحقد والكراهية تجاه العراق وشعب العراق. حكم إيراني، هاي تعتبر مهزلة للاتحاد الآسيوي، وهم أيضا يتحملون جزء كبير من هذا الظلم الصار اليوم بسبب اختيارهم للحكم الإيراني. نطالب الاتحاد العراقي بقيادة عدنان درجال يقدم اعتراض واحتجاج للاتحاد الآسيوي على مباراة العراق والأردن الذي ظلم فيها المنتخب العراقي ظلم شديد. خسارتنا اليوم مو ضد الأردن، وإنما كانت ضد الحكم الإيراني بنتيجة 3-2. حتى بالطوبة تدخلوا بينا إيران. شكو فلس راح تاخذه ما تتهنى بيه وخذها من نهاية طول العمر. نفس الاحتفالية ونفس الحركة، وانطرد أيمن حسين. ماكو شيء اسمه بنص الملعب أو خارج الملعب. القانون يقول ينذر اللاعب إذا خلع قميصه أو أثار الجمهور بكلمات غير أخلاقية، وأيضا إذا استخدم شعار ديني أو شعارات سياسية مثل صور أو أي شيء له علاقة بالدين أو السياسة. وهاي ترجع للحكم حسب تقدير الحكم. شي يسوي هو؟ ينذر يحذر، هذا الشيء راجع إله. أما يتم طرد اللاعب هاي ما صايرة. وغير هذا الكلام ايش راح ينقال وايش راح ينكتب بالسوشيال ميديا داخل الملعب، احتفل خارج الملعب قدام الجمهور، هذا الشيء ما له اي صحة. المهم هي اللعبة انسرقت والسلام عليكم. بس احب اوصل رسالة للحكم واقول له امك خلال 5 دقائق صارت ترند بالعراق، وان شاء الله الفكرة وصلت. اما بخصوص تحليل المباراة، يعني علي عدنان بعيد كل البعد عن صفته بلاعب منتخب، والعمر إلى حوبه. إصابة سعد ناطق دمرت الفريق. ميمي نازل دقيقة 60 لا يركض ولا يضغط ومو يم اللعبة. زيدان اقبال نزل سواله باسيا وبعدين وقف. أما بخصوص الدفاع يراد له هواي تخطيط وتدريب، وبالأخير ظروف ما خدمت المنتخب. خوش فريق عندنا وهارد لك للمنتخب العراقي أبطال وما قصرتوا. قبل قليل صار شجار من بعض الإعلاميين تجاه المدرب كاساس مدرب عبقري وقدر يغير المباراة وصارت 2-1 بسبب تبديلاته الناجحة، لكن طرد أيمن شل المدرب. وبعدها إصابة سعد ناطق، وهنا انجبر يدخل علي عدنان. المدرب شنو بإيده؟ ليش هذا الشجار والسب؟ وراح يطلع لي هسه حكيم شاكر ينتقد كاساس وكان رايد عليه فرصة وراح يخنقه هسه بالبرنامج. وش راح يخلصك كاساس من هذا الأب الروحي اللي هو يدعي انه هو أب روحي؟